للفنانة رغدة والفنانة أصالة من الثورة السورية. أنت كمتفرجة، كمواطنة مصرية، كمترقبة وكراصدة للساحة، أي موقف بتقولي هيدا الموقف على صواب؟ أنا الحقيقة شفتهم الاثنين بيتكلموا في برنامج زمن الإخوان، ويمكن أصالة صديقتي أو يعني قابلتها، قعدت معها أكتر من رغدة. رغدة بحبها وفنانة جميلة، بس يمكن مش بنقعد مع بعض كتير ونلتقي كتير. لكن الحقيقة أنا كنت ميالة لرأي رغدة أكتر من أصالة. الشعب يريد بشار الأسد. 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 أنا صدقت تحليلها، ما هو كل واحدة بتحلل بطريقة. أنا صدقت التحليل اللي قالته رغدة. أصالة بالتأكيد هي مؤمنة بالكلام اللي بتقوله، هي مش بتقول حاجة غلط، هي ده قناعتها طبعا اللي هي شايفاه. لكن أنا الحقيقة مش قادرة أتصور إن في أي رئيس في أي دولة وأي جيش في أي بلد ممكن يوافق على قتل الشعب. مش قادرة أصدقها، مش قادرة أستوعب دي. فأنا بقول إنه في جماعات، يعني زي ما قالت رغدة، إن في جماعات مسلحة ضد الحكم. الجماعات دي بتضرب في الجيش، فالجيش بيرد عليها. لما الجيش بيرد عليها، الجماعات دول مش موجودين في صحراء، ما هم موجودين في وسط الناس. فلما لما بيحصل تقاتل، كمان في ناس بتموت بدون وجه حق، لكن مش بقصد ان الجيش عايز يموت الشعب. أنا مش قادرة اتصور يعني انت ده. مع رغدة برأيها؟ التحليل اللي قالته رغدة بالنسبة لي أنا أقرب إن أنا أقتنع بيه. بمعزل عن الرأيين، بدي حيي الشهداء الأبرار في سوريا، يستاهلوا منا ألف تحية. السؤال الثاني. بالتأكيد